عشان خاطري شعب مصر العظيم، بتحبني ما بتحبنيش، انا بتكلم بدافع الغيره على بلدي وعلى شعب بلدي. عشان خاطري ما نشمتش الناس فينا، نقفل بيتنا علينا، احنا في الاخر جوه مصر. نسمع كلام ناس لا بتاكل من لا بتشرب من ميتنا، ولا بتاكل من اكلنا، ولا عايشه على ارضنا. دول نقفل بابنا علينا. دي النصايح اللي بننصحها لمراتاتنا كرجاله. اول جمله بتتقال لا تسمعي كلام امك، ولا تسمعي كلام اختك، ولا تسمعي كلام اخوك، ولا تسمعي كلام خالك. فاحنا دولة بيت واحد، عيلة واحدة. حتى لو عندنا مشاكل كلنا قابلنا أسوأ من الأب شوية، وبنبقى مش عارف ايه وبنتعصب وبتاع، ولكن بابنا مقفول علينا. ما بروحش مخبط على اللي جنبي شاكي لابو صاحبي ان ابويا عمل، لا معلش. وبعدين ما ننكرش، تعالوا نرجع 7 8 سنين لورا ونشوف مصر بقى. الحمد لله احنا بنتقدم، يعني نبص للوحش والحلو. انا معاكم في حاجات صعبة، الدنيا بقت اغلى والظروف والمعيشه معاكم، بس نبص للجزء الحلو. نبص للجزء الحلو. المواطن المصري بيعيش في اي ظروف في العالم، وثقه في الله هننجح، وثقه في الله هنتخطى كل العقبات، ولكن مش بالطريقه دي.